السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي احسن حال. رجعت لكم تاني بفيديو جديد. فيديو النهارده مشترياتي خلال شهر 7، حاجات من نون وحاجات من محلات متفرقه. فتابعوا معايا الفيديو الاخر ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هبدا بيها هي مشترياتي من محل لابوتيه. جبت منه الشهر اللي فات او المشتريات اللي فاتت وريته لكم. المحل ده موجود في المهندسين في شارع سليمان اباظه، عشان هو بيصفي بيبيع الحاجات باسعار مجنونه، فعلا اسعار فظيعه مش موجوده دلوقتي. فجبت منه شويه حاجات، يمكن قررت منه حاجات من المره اللي فاتت علشان فعلا سعرها كويس جدا. اول حاجه جبتها منه هي الشنط دي اللي انا وريتها لكم. هي حلوه جدا جدا. انا جبت يعني ليا وللي حواليا، يعني بحيث ان هي تنفعهم في السفر، وسعرها كويس وبتاخد حاجات كتير. جربت منها الحجم الصغير، خدته معايا في الشنط بتاعتي الصغيره، وشال معايا الميك اب ريموفر والروج والليب بالم والتنت، وشال معايا حاجات كتير الصراحه. فالحجم ده حلو قوي وكان سعرها رخيص خالص. كانت ب 12 جنيه ونص زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، فجبت منها حبه حلوه. الحاجه اللي رحت عشانها تاني مخصوص هي الكولونات اللي عندهم. الماتيريال والخامه حلوه قوي. بصوا دي الماركه بتاعتها. رحت علشان اجيب منهم. ده كده شكل، مش متخيلين انا اتفاجئت بالسعر ازاي. هو اصلا مكتوب عليه 110، مكتوب على سعره 110. ده كده شكله. ده البيج، انا جايبه الابيض كريستال، والبيج العادي ده. الماتيريال تحفه، الخامه خطيره. ده حلو قوي، ينفع في الشتاء، ده خطير جدا. رايحه احاسب على الكاشير، قالت لي اللي هو الكريستال ده ب 30 جنيه وده ب 35 جنيه، فمش عارفه ازاي الصراحه يعني. المهم الاسعار فظيعه جدا، يعني مش عارفه ليه ما جبتش كام واحد كمان، بس حلوه قوي. مش عارفه هلحق اصلا بعد الفيديو ده ولا لا ان انا اروح ولا ايه تاني، بس الاسعار تحفه. بعد كده لقيت عندهم شرابات. الشراب ده الوانه عجبتني جدا جدا. ده كان ب5 جنيه، ومش قادره اقول لكم الماتيريال بتاعته عامله ازاي. بحبهم جدا في الشتاء. خارجه حاسب على الكاشير، لقيت حاطين ستاند كده فيه المقصات والحاجات دي، وكلها الماتيريال بتاعتها تحفه والبراند ايطالي. فقلت اجرب واحد. هو مكتوب عليه، بصوا كام مكتوب عليه، 90. اخدته ب 40 جنيه. ولما جيت بقى جربته، عايزه اقول لكم هو ابيض مش اصفر. ده كده شكله. الماتيريال بتاعته تحفه وبيقص حلو جدا، سواء للحواجب او اي حاجه انت عايزه تقصيها. متين وحلو جدا بصراحه، عجبني. وطبعا سعره ببلاش يعني، فحلو قوي قوي. لو عايزين تجيبوا بجد هاتوه، حلو قوي. لما جربت البروش بتاع المره اللي فاتت، الماتيريال بتاعته حلوه قوي، وكان كل اللي يشوفه يقول لي حلو. فروحت لقيتهم منزلين شكل تاني فعجبني فجبته. هو قريب شويه للشكل الاولاني، بس ده مختلف. التاني كان فيه موف، فقلت اجيبه برده، شكله حلو قوي. 30 جنيه او 35 جنيه. وجبت كمان حلقان وتوك. التوك حلوه قوي والحلقان لذيذه، بس انا طلعتهم لبستهم في حلق في ودني وحلق سايباه. ممكن اوريكم توكه من التوك. بصوا شكل التوك دي حلوه قوي، هي منقطه كده وشكلهم حلو قوي. ودي كانت تقريبا ب 10 جنيه، وجبت واحده تانية زيها. فالاسعار بصراحه حلوه قوي. تبص تلاقي ان انت بتعملي شنطه كبيره زي كده، بتلمي فيها حاجات كتير وبتدفعي في الاخر مبلغ صغير، يعني 200 300 جنيه في حاجات زي كده يعني. فبصراحه الاسعار حلوه قوي. ودي كده اخر حاجه جبتها من محل بوتيك كده. محل من المحلات اللي هي بتبقى فيها الميك اب الصيني والاكسسوارز والحاجات اللي زي كده، منتشره كتير يعني، كل واحد بقى وليه اسمه. دخلت عنده لقيت عنده القطن ده اسمه ايبيك، معروف قوي من زمان. القطن ده المفروض البراند انا اعرف انها تركي. هو فيه 222 قطعه ولقيته ب 90 جنيه، فحلو قوي الصراحه. انا بحتاج القطن كتير فجبته. والكواليتي بتاعته نضيفه قوي، فعشان كده جبته الصراحه. وسعره حلو قوي على عدد القطن اللي فيه. ندخل بقى على مشترياتي من نون. ونون الشهر ده بصراحه كان منزل عروض رهيبه واسعار مجنونه ما حدش يعني يصدقها. وكان لمده تقريبا 24 ساعه. وحبايب قلبي بتوع اليوتيوب، انا نزلت لكم سكرين شوت لبعض المنتجات بحيث ان انتوا تلحقوها، عشان لما اوريها لكم في الفيديو محدش يزعل ويقول لي ما لحقناش او كده. انا نزلت في ساعتها والله، لان العروض دي بتبقى لحظات كده ولقط في ساعتها، اللي يلا اللي يلحق، والحاجه بعد كده بتبقى سولد اوت. خليني ابدا معاكم باول حاجه من الحاجات اللي كان سعرها كويس واللي انا اتفاجئت بيها. مش اتفاجئت لان انا جربته قبل كده، بس هو فعلا احلى من حاجات كتير انا جربتها الفتره الاخيره. كان فيها عك شويه، وبعتذر لو في صوت في الخلفيه لاني والله العظيم زهقت. المهم جبت البلسم بتاع تريزيمي، اللي هو ده الشكل بتاعه. البلسم ده انا مش اول مره اجربه، كان ليه شكل قبل كده مختلف مش بامب. ده حجمه 250 مللي، مكتوب عليه حيويه ولمعان حتى 12 اسبوع. هو فيه زيت الكاميليا. البلسم ده تحفه والله، شبه بالظبط البلسم اللي بيجي مع الصبغه. وانتوا عارفين انا مؤخرا صبغت شعري فببقى عايزه ترطيب اكسترا. البلسم بتاع سيرو بايب هو حلو،
بس بيخلص بسرعه، حجمه 200 مللي وانا شاكه ان هو اقل من 200 مللي، بيخلص بسرعه جدا وفي نفس الوقت ما حسيتش اللي هو الواو مع شعري. ده رهيب، ده رهيب بجد، من اول استخدام بيطر الشعر بطريقه كاني حطيت حمام كريم مش بلسم. فده تحفه وهعتمده الفتره الاخيره، لاني بصراحه بقيت احب ان الحاجه اللي بتريحني ليه ما اكررهاش. فهو حلو قوي، وكان سعره حوالي 90 جنيه على نون، ده كان اوفر. بعد كده من ستارفيل كانوا عاملين اوفر حلو قوي قوي على الشيت ماسك. انا مش من محبين الشيت ماسك بصراحه خالص، ومش بحبذه ومش بنصح بيه ولا اي حاجه، بس ده لقيت عليه عرض حلو فقلت اجربه، لاني بشوف عليه ناس كتير بتتكلم عنه، وفي نفس الوقت ساعات ببقى عايزه حاجه تدي لبشرتي جلو قبل اي مناسبه قبل اي حاجه، فبجيبه كاستخدام مؤقت مش اكتر يعني، او يهدي البشره بعد الشيفنج. فكانوا عاملين سيل ان الواحد ب 40 جنيه، ودايما هو سعره في حدود الحاجه و90، فجبت 3 مع بعض واستخدمت حتى واحد اهو. هو لذيذ مش وحش، ولكن هو مش حاجه يعني فظيعه ان انا انصح بيها، بس كان الواحد ب 40 جنيه فعشان كده جبت 3 منه. ندخل بقى على اهم جزء في الفيديو، هو الميك اب. الفتره الاخيره كان في حاجات خلصت من عندي وكنت محتاجه ان انا اشتريها، فكانوا عاملين سيل حلوه قوي قوي على كاتريس وفلورمار، فجبت حاجات كتير من كاتريس كانت مغريه وحلوه. خليني اطلع لكم الاول الحاجات بتاعت كاتريس. دي الحاجات اللي انا جبتها من كاتريس. طبعا كان السيتنج سبراي بتاعي خلص خالص، وكنت بجرب ماركه كده صيني هبقى اوريها لكم في الايمتس، فقلت ان انا اجرب ده. كان نازل ب 170 جنيه او اقل كمان، ب 100 حاجه و60 من بعد 300 وحاجه، فكانت فرصه كويسه جدا ان انا اجربه. واحلى حاجه عجبتني فيه انه مكتوب عليه اويل كنترول، فهيبقى مناسب جدا للبشره الدهنيه. ده كده شكله، وبصراحه من ساعه ما جبته بقالي فتره بجربه، زي ما انتم شايفين مخلصه منه شويه، حاسه ان هو لذيذ جدا وريحته حلوه، وكمان بيدمج كده الميك اب في بعضه، الحاجه الباودر مع الكريمي بيخلي كده الوش ميه واحده من غير ما يسيب اي دهننه، فدي حاجه كويسه جدا، فعشان كده عجبني قوي. برضو يعني لما اجرب الحاجه اكتر هعمل لكم بقى فيديو عن الحاجات اللي انا جربتها مؤخرا، المشتريات دي كلها سواء في السكين كير او الميك اب، هعمل لكم فيديو تجربتي مع الحاجه، يعني ايه الحلو وايه الوحش، لان اكيد في حاجات برضو بتطلع مش حلوه. المهم ده القلم بتاع الحواجب اللي هو تاني مره اكرره، بتاعي خلاص بقى نص سنه اوريهولكوا. ده بتاعي اللي عندي، بصوا خلاص بقى قد ايه، خلاص قرب يخلص، والدرجه بتاعتي 020 اش تون. الدرجه حلوه قوي، هي دي اللي انا بحطها على حواجبي، حلوه جدا وناعم قوي على الشعر بتاع الحواجب مش بيوقعه، فعشان كده جبته تاني. كان نازل متخيلين ب 102، انا لحقته في عرض 114 بس بعديها نزل ل 102، فكان اوفر حلو قوي. بعد كده جبت البلاشر ده من كاتريس اللي هو اسمه اير بلاش مات، ده كده شكله. الدرجه بتاعتي 110 بيتشي هافن، ده كده شكلها. عايزه اقول لكم انا كنت بدور جدا على الدرجه دي اللي هي البيتشي دي، علشان اعمل لها ميكس مع اي كريمي بلاش يدوني الدرجه اللي انا بحبها، بجد تحفه. بصوا هو باين هنا خطير، بس مش عارفه على الكاميرا هيبان ولا لا، بس هو درجته حلوه قوي زي ما انا كنت عايزه بالظبط، وكمان ناعم. بس للامانه ليه ريحه كده مش عجباني، ولكن كان سعره نازل ل 130 تقريبا، برده كان سعره رخيص قوي، والبلاشر ده دايما بيبقى غالي معدي 300 جنيه. واخر حاجه جبتها من كاتريس هو الروج ده. النوعيه دي كنت بشوفها كتير على نون. بصوا عايزه اوريكم شكله وتفاصيله، بصوا شكله حلو ازاي وتفاصيله حلوه جدا. الدرجه بتاعته 050، ودي كده الدرجه بتاعته، هي شتويه قوي بس شكلها حلو جدا على الشفايف، وكمان لما بيتحط معاها جلاس بتبقى حلوه قوي. ندخل بقى على الحاجات بتاعه فلورمار اللي انا جبتها. اول حاجتين هبدا بيهم عشان انا اوريدي حطاهم، هما المانيكيرات. جبت الدرجتين دول من لاين مختلف من فلورمار، بجد تحفه. اللون البيستاشيو ده انا كان نفسي ان انا اجيبه قوي، وهو اللي انا حطاه. واللون ده البيج الايدل، يعني بصوا تحفه تحفه بجد، لونه ناعم قوي وجميل. الدرجه دي 472، والدرجه دي اف سي 23، تحفه. نازل الواحد ب 30 وب 31، اسعار كده غريبه قوي، انا ما بجيبش فلورمار بالسعر ده، بس كان نازل سعرهم حلو قوي عشان كده جبت الدرجتين دول. كانوا منزلين سيل مجنون بقى على الحاجات الباودر والبرونزر وكده، فانا جبت برونزر لان انا بقيت بحب البرونزر جدا، ومن ساعه ما جربت بتاع بريتي باي فلورمر اللي هو اصلا كان بلاشر، بس كانت درجته عجباني، فقلت لما تخلص انا هجيب بقى برونزر لوحده. فده كده شكله، والدرجه دي عجبتني قوي. الدرجه دي اسمها 007 مات موكا، ده كده شكل الدرجه.
وناعم وريحته حلوه جدا كده. السواتش بتاعها وحلوه جدا ولايقه على لون بشرتي، بجد خطير. البرونزر ده كان نازل بكام؟ كان نازل تقريبا باقل من 200 جنيه، انا مش فاكره الاسعار قوي، بس كان نازل بسعر قليل قوي يعني، تقريبا كان ب100 وحاجه كمان، فعشان كده جبته. حجمه كبير على عكس ما انا توقعت، كنت مفكره يبقى صغير. وكمان جبت الباودر دي. الباودر دي يعني انا مش عارفه احدد هي عجباني ولا لا، بس محتاجه ان انا اجربها شويه. برضو ده كده شكلها من فلورمار. الدرجه بتاعتي 020 سوفت بيج كده شكلها من جوه، وهجربها لكم على ايدي. عارفه هي مش هتبان على ايدي، بس هي درجتها مناسبه جدا للون بشرتي. هجربها فتره كافيه واقول لكم رايي فيها، بس هي ينفع تستخدم على الجاف وينفع تستخدم مبلول، يعني بالسبونج مبلوله. الباودر دي كان سعرها تقريبا 216 او حاجه زي كده. انتوا متخيلين الاسعار دي مش موجوده دلوقتي خالص، مش موجوده اصلا في فلورمار. كمان جبت الباليت بتاعه الاي شادو دي، اللي هي فيها احب 4 الوان لقلبي. الدرجات دي هي اللي انا بحطها، ودايما تلاحظوا ان انا ببقى حطاها وكانها مش محطوطه، بس هي يا دوب بتدي ضي كده لفوق العين. لما بحط ايلاينر او كده انا اوريدي حطاهم كاني مش حاطه حاجه، بس بتدي ضي حلو جدا وانا احب كده قوي. فالدرجات دي حبيتها قوي، الدرجات البنيات، وحجمها عملي قوي للسفر. بصوا الدرجات خطيره. الدرجه دي حلوه جدا جدا، 004 تشوكلت. قايلين البالت دي كانت نازله بالظبط ب 192، فكان سعرها حلو قوي قوي، مناسبه جدا بالنسبه لحد ما بيحطش الوان اصلا على جفنه. ودي زي ما قلت لكم سعرها. وعايزه اقول لكم اصلا ان فلورمار براند تركي. بعد كده جبت بقى بلاشر كريمي اسمه مود بوستر من فلورمار. كنت اول مره اشوفه، بس الصراحه حبيت جدا ان انا اجرب الدرجه دي اللي هي اسمها فولو يور هارت. الدرجة دي 001. هي دي بقى الدرجة اللي انا كنت مستنية ان انا احطها وميكسها مع البلاشر بتاع كاتريس. بصوا هوريكم ده درجتها على الايد. بصوا هي على الكاميرا اخف. عموما يعني لما بعمل لهم ميكس بيطلعوا لون الدرجه اللي انا حطاها كده، هي على الحقيقه احلى بكتير، درجتها حلو جدا. فانا عامله لها ميكس هي والبرونزر، وحاطه كمان البلاشر اللي فيه هايلايت الكرات ده بتاع ايفون، فبيطلع شكل الخدود كده شكلها حلو. وكمان جبت نوعين ليبستيك من الانواع بتاعه فلورمار اللي هي اسمها سيلكي مات. الارواش دي على فلورمار غاليه جدا، بتبقى دايما ساعات معديه ال 500 جنيه، ويوم ما بينزل عليها سيل بتبقى ب 300 جنيه. فكان نازل الواحد ب 151 جنيه. وعايزه اقول لكم على حاجه، ان الحاجات دي اصلي 100%، ما تقلقوش خالص، عشان ما حدش يرجع يقول لي هي الحاجات ممكن تبقى مضروبه او كده. لا، الحاجات اصليه ما تقلقوش. انا ببقى عارفه ايه الحاجات اللي انا اجيبها من على نون. نبعده تماما عن المنتجات الكوري اللي موجوده على نون، او المنتجات اللي سعرها يعني تحسوا ان هو مشكوك فيه. ازاي حاجه تكون مثلا ب1000 وشويه نازله ل200 وشويه ومش عارفين المصدر بتاعها؟ فلورمار الحاجات دي مفيش منها اصلا مضروب. فاول واحد جبت منه 012 تراكوتا. الدرجه دي خطيره، الدرجه دي حلوه قوي قوي. اعمل لكم سواتش سريع ليه. الدرجه دي حلوه قوي كده، ده كريمي جدا وحلو قوي. والدرجه الثانيه اللي هي 013 بينك دريم، دي لونها بقى ايه، بناتي قوي كده. بصوا لونها بناتي وصيفي قوي. وعايزه اقول لكم ان الدرجه دي هي اللي انا حطاها في الفيديو بتاعي النهارده، بس حاطه قبليها ليب لاينر بتاع سيبال اللي هو اولد بينك، فحطهم مع بعض وعاملين الميكس الحلو ده. اخر حاجات من الفلورمار وقربنا نخلص خلاص. جبت الليب بالم بتاعتهم، ده كده شكلها كيوت قوي قوي. انا اوريدي كان عندي حاجات قبل كده من فلورمار، بس كل الحاجات اللي انا جايباها في الفيديو النهارده السيل بتاعها اغراني، فحبيت ان انا اجيب بقى منه ان الحاجه عندي خلصت، وفي نفس الوقت اجرب حاجات جديده. انا جبتها بالاستروبري، ريحتها حلوه والابليكيتور بتاعتها حلوه جدا. والمفاجاه انها بترطب حلو بجد. انا بقالي شويه بستخدمها، عجبتني. دي كان سعرها 106. جبت كمان الايلاينر بتاعهم، بس ما فتحتهوش لسه، ما جربتهوش، لاني انا نسيت اوريكم ان انا جبت من كاتريس ايلاينر برده، هو اللي انا حطاه في الفيديو، تحفه، سواده فاحم. الفرشه بتاعته ممتازه، الفرشه بتاعته حلوه جدا. بصوا سواده حلوه قوي، والفرشه بتاعته حلوه، وده كان ب 136. وكمان من كاتريس نسيت اوريكم ان انا جبت الليب لاينر ده اسمه ريشن جوي. جبت الدرجه دي، ده الدرجه بتاعته كده. السواتش بتاعها مش قادره اقول لكم ناعم وكريمي ازاي. الليب لاينر ده كان نازل ب 90 جنيه على نون في السيل المجنون اللي انا بقول لكم عليه دول. بصراحه جبت شويه حاجات حلوه جدا في الميك اب، وكان سعرها لقطه. فلو في حاجه عجباكم وعايزين تجربوها، حطوها في الفيفوريت او الوشي ليست بتاعتكم، بحيث لما ينزل عليها سيل زي كده او تكون اسعارها كويسه مقبوله تقدروا تطلبوها على طول. وانا دايما بعمل الحاجات اللي انا جبتها في الميك اب من فلورمار وكاتريس والحاجات دي كلها. اخر حاجه
جبتها من على نون، حاجه خاصه بالبيت عندي بس حابه ان انا اشاركها. في قسم خاص بالديكور والحاجات بتاعه المطبخ على نون، وساعات بينزلوا عليه سيل برده مجنون جدا، فكانوا منزلين الكوشنز والحاجات اللي هي بتاعه الفرش من نجيب سليم. نجيب سليم انا كنت جربت منه قبل كده، جبت فرش للكوشنز عندي من حوالي 4 سنين، والله لحد دلوقتي زي ما هو، حتى لونه ما اتغيرش. فلقيتهم منزلين الكوشن دي، انا كنت عايزه الكوشن المستطيله قصدي اللي شكلها كده، كنت عايزاها بس كنت خايفه يجيلي الحشو، بس انا كنت عايزه كمان الكفر ده. كانت نازله ب 127 جنيه نجيب سليم، واكيد انتوا عارفين ان نجيب سليم يعني وحاجته. الماتيريال تحفه، الشكل رائع زي ما انتوا شايفين، السعر كان اروع بصراحه، فحبيتها جدا. وكمان بصوا السوسته بتاعتها اللي هي المخفيه دي، فحلوه قوي قوي وكان سعرها حلو، فحبيت ان انا اقول لكم. وبعد كده لما تنزل بقى، وعلى فكره في اشكال منها كتير قوي غير الابيض في اسود دي، في اشكال حلوه كتير قوي، وهو دايما بينزل عروض، فقلت كل ما ينزل عروض ابقى اجيب كمان كفرات وحاجات زي كده بتبقى حلوه وسهله في التغيير. بس كده دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده ومشترياتي في شهر 7. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه، ولو عندكم اي سؤال سيبولي في الكومنتس وارد عليكم على طول. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو تاني جديد قريب، مع الف سلامه.